السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا معاكم النهاردة. بقالي فترة مش عملت فيديوهات. بعتذرلكم على ضغط الأبحاث والامتحانات والدوشة دي. معاكم أنا هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. تمام، هنتكلم النهاردة بقى على حاجة مهمة جدا يمكن الكل محتاجها، وهي القناعات أو الأفكار السلبية. تمام، خلينا الأول ما أعرفكم معنى كلمة قناعة. القناعة دي إنها فكرة العقل الباطن انا باخدها، بيبدأ بتكراري فيها، او بمعنى اصح بحط عليها مسلمات، او بمعنى اصح ابدأ امن بيها ايمان شديد لحد ما تثبت، تعتبر مسلم عندي. يعني ايه؟ يعني هي حقيقة، انا خلاص انا شايف ان دي حقيقة بالنسبة لي، فمعنى ان اي حد يعارض الحقيقة دي يبقى هو غلط وانا صح. تمام، دي كده معنى كلمة قناعة. قناعة تاني هي فكرة بيتشربها العقل الباطن، وبتبدأ ترسخ فيه لحد ما تبقى مسلم من المسلمات. تمام. تمام، عايز اعرف بقى ان انا ازاي اغير القناعات دي. خلينا متفقين تماما ان القناعات بتتغير، يعني محدش يقول لي انا مش عارفه اتغير، لا، انت هتعرف تتغير لو انت عايز تتغير فعلا. تمام. طيب القناعات دي، او مثلا معنى اصح عاوز احط قناعه امن بيها، يعني اي شيء ممكن يحدث لو توفرت اسبابه. تمام، يعني مفيش حاجة اسمها مستحيل، يبقى انا المفروض ارسخ عندي قناعة زي دي، ان انا اي شيء ممكن يحصل لو فعلا اتوفر اسباب. طب احنا خلقنا كلمة مستحيل ليه؟ علشان نبرر عجزنا، او عشان نريح دماغنا، او عشان نكبرها، او مش عشان نتعب نفسنا بمعنى صح. يبقى اسهل حاجة انا مش هعرف اتغير، ده مستحيل، مش هعرف مش هعرف مش هعرف. تمام، يعني كلمة مش هعرف دي تلغيها اصلا من قاموسك. في فكرة ان انا هحاول، ان انا هقدر، ان انا هاخد بالاسباب، ان انا هعمل، ان انا هروح اشوف شغلانه كويسه، ان انا هبحث، ان انا هودي السي في بتاعي كويس، ان انا هاخد دورات، ان انا هعمل. بدل ما مش هعرف يبقى انا هعمل، يبقى انا هحاول، يبقى انا هقوم، ان انا هطلع من منطقه الامان. منطقه الامان دي بتبقى اللي احنا عايشين فيها، احنا مثلا وليكن مثلا انا بقوم من النوم اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لو غيرت حاجه في منها يبقى انا كده طلعت بره منطقه الامان. اطلعوا بقى انتوا يا جماعه من منطقه الامان دي خالص. تمام، نرجع تاني. يبقى دي خلي فكره ان انا اي حاجه ممكن اعملها لو اسبابها متوفره. تمام. طيب ازاي الفكره دي او الفكره السلبيه او القناعه السلبيه بتوجد او بتحصل ازاي؟ القناعة أو الفكرة السلبية دي من صغري، يعني في ممكن يكون تلاقي قناعة من صغرك، انت بتكبر سنيا، 5 سنين قناعة أو الفكرة السلبية معاك، 10 سنين انت فعلا في التجربة السلبية دي، 15 سنة، 20، 25، بتبدأ تكبر لحد ما توصل ل50 سنة وانت القناعات دي جواك وسلبية وعايش فيها ومش عارف تتغير. تمام، وممكن تكون مش حاسس كمان، يعني في ناس كتير بيبقى قدامها او في هم في القناعات نفسهم مش حاسين. تمام. طيب في قناعات بمعنى اصح انا ممكن اكون على غلط فيها. وليكن انا هضرب لكم اقرب مثال، حاجه شخصيه بيا، يعني شخصيه خاصه بيا. انا كنت طبعا عندي قناعه ان اي بنت تلبس كوتشيات دي مش لاقيه على البنات. كنت عندي قناعه ان البنات ليها الجزم بتعبر عن الانوثه اكتر. تمام، دي قناعه كانت عندي فضلت عليها لحد ما وصلت ل 23 سنه، اللي هو عمري الحالي. تمام، جيت لما بدات العب رياضه، القناعة دي بدأت تتغير. ازاي؟ ان انا الرياضة محتاجة كوتشي، فبدأت دلوقتي المدرب او الكابتنة بتاعتي، ولا الكابتنة، انا نقول كابتن مذكر، هي بنت بس نقول الكابتن بتاعي قال لي مش ينفع جزمة تتمرني بجزمة، فازاي بقى؟ يبقى لازم بغصب عني هلبس كوتشي. فبدأت انا لما لبست الكوتشي حسيت ان الكوتشي مريح، حسيت ان الواحد بيمشي بيه اكتر، حسيت انه مريح ظهري، حسيت. فبدات القناعه اللي انا كنت حاطاها في دماغي ان الكوتشي مش ينفع للبنات، مع احترامي طبعا لكل اللي بيلبسوه، بدات القناعه دي تتغير لما انا جربت الحاجه، لما انا شفت عكس الحاجه. تمام، ادي حاجات كتير في حياتنا ان الواحد كان حاطط مثلا، وليكن فكرة انا مثلا عندي قناعة ان العينين نفسها من غير كحل مش حلوة. بدأت بعد ما لبست النقاب بدأت الفكرة دي تتغير، لان لو المنتقبة حطت كحل بتلفت النظر اكتر.
لعينيها. فبدات الفكره دي تتغير عندي، قناعه من ضمن القناعات، وبدات اقنع نفسي ان الواحد عينيه كويسه حتى لو ما حطش كحل فيها، وبدات فعلا تترسخ عندي القناعه العكسيه. الفكره في ده كله ان انا بضرب مثال شخصي بيا انا، عشان ما حدش يقول انت بتجيبي امثله من بره الواقع ومش بتتكلمي على الواقع. لا يا جماعه، الامثله دي في حياتكم فعلا. احنا كل شايفين حاجه معينه، او شايفين قناعه معينه، او شايفين حاجه احنا شايفينها بوجهه نظرنا، خلاص يبقى هي دي وخلصت. لا، وجهه نظرك دي ممكن تتغير مع الايام. وجهه نظرك دي عشان كده احنا بنقول يا جماعه محدش يختار شريك حياته غير لما يكون فعلا اتم النضج، فعلا شاف كتير، فعلا قابل حاجات كتير في حياته، عشان يبدا يفكر فعلا ايه الشريك المناسب ليا او الشريك المناسب لشخصيتي. جميل. يعني القناعات دي ممكن تتغير، ممكن تتغير. طب تعالوا نشوفوا بقى احنا ازاي نغيرها في تمرين بسيط للاستاذ صلاح راشد، او الدكتور صلاح راشد، هو دكتور. تمام. التمرين ده جميل جدا. يعني انا دلوقتي هغير القناعات وانا مش عارف نفسي؟ لا، يبقى لازم اعرف نفسي. تجيب صفحة فاضية كده وورقة وقلم، وتكتب قناعاتك مع نفسك، او تكتب نفسي. تمام. في الصفحة التانية المال، الصفحة التالتة الناس او العلاقات، الصفحة الرابعة وليكن اي حاجة، بابا ماما. تمام. وتبدأ تعمل ايه؟ تقول مثلا الناس ايه؟ الكلمات اللي بعد الناس دي بتيجي تلقائية. يعني ايه؟ هتبدأ تقول مثلا وليكن الحياة. تمام. الحياة سهلة. اي كلمة تيجي بعد الحياة في دماغك تكتبها في الورقة، ما تفكرش في الكلمات اللي طالعة. يعني الحياة سهلة، الحياة بسيطة، الحياة جميلة. اي حاجة تيجي في دماغك اكتبها. الكلمة اللي بتطابق او الحروف التلقائية اللي بتطابق الكلمة دي. تمام. الحياة سبب وجودي، الحياة امي، الحياة ابي. اي كلمة تبدأ توصل لمرحلة من تعريف او تكشف لك القناعة الراسخة نفسها في كلمة حياة عندك. تمام. نفسي كذا، نفسي كذا. ومش تخدع نفسك، الكلمة اللي تبقى في دماغك اكتبها لحد ما توصل لمرحلة معينة. او تكتب ما يكن مثلا ادالك اكتب واكتبي لحد ما توصلي لمرحلة معينة انك هتلاقي مش في كلام بيتكتب. تبدأ تشوف القناعات اللي انت كتبتها عن مثلا الحياة، عن المال، عن الحكومة، تبدأ تعمل صفحات عن القناعات بتاعتك. تمام. انا لو لقيت القناعات كلها ايجابية بس حياتي مش ايجابية، اعرف انك بتخدع نفسك. تمام. يبقى تبدأ تكتب تاني بصدق، او تبدأ تظبط حياتك على القناعات الايجابية اللي انت كاتبها. طب انا كتبت المعنى صح قناعات سلبية، هنقول ازاي نغيرها. تمام. خلينا الاول ان احنا كل واحد يكتب صفحة عنده، يكتب ازاي او القناعات اللي عنده تجاه كل حاجة في حياته. تمام. ده هتوفر عليك كمية كبيرة انك تعرف نفسك، انك تعرفي نفسك. قناعاتك دي هي اللي ماشياكي، اللي هي وجهة نظرك. طب انا هغيرها ازاي وانا مش عارف اصلا؟ مش عارف قناعاتي اتجاه المال ايه؟ طب وهتيجي ازاي؟ بالتلقائية انك تكتب، تفكر المال كذا، المال كذا، المال، وتكتب تكتب تكتب تكتب. ممكن توصل ل70 قناعة، وانت هتتفاجئ ان انا عندي قناعات فوق ال70 قناعة عن المال. وانا ممكن اكون مش شايف قدامي غير ان المال مثلا سبب من اسباب الحياة. ممكن يكون انت بتفكر كده. اما انت لما تحدد نفسك نفسها في مكان معين ومكان هادي، وتبدا تمسك الورقه والقلم وتكتب وتكتب وتكتب، هتطلع، مش عايز اقولك هتطلع بلاوي. تمام. طب اغير القناعه ازاي بقى؟ بقناعه سلبيه اقلبها ايجابيه. اول حاجه انا بعرف القناعه، بعرف مثلا عندي وليكن في مشكله في مثلا الحياه، شايفه الحياه متشائمه قوي، وشايف ان مفيش تغيير، وشايف 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 وشايف. تمام. ابدا اركز على الحاجه دي. تمام. انا حددت ليه القناعه، ابدا احط القناعه العكسيه ليها. الحياه وحشه، ابدا اقول الحياه جميله، الحياه حلوه، الحياه بنظره تفاؤليه، انا باصص للحياه بكذا. وتبدا تكرر في الكلام ده، تبدا تكررها كتابه، وتبدا تكررها هنا، وحط عليها احاسيس كويسه بقى. يعني الحاجه لو انا كررتها وحسيت احاسيس كويسه بيها، الحاجه بتبدا ترسخ، او بمعنى صح تتثبت في العقل الباطن، هتبقى تلاقي قناعه مختلفه تماما. تمام. راجعوا القناعات بتاعتكم كويس، راجعوا وجهات نظركم، لان انت ممكن تكون شايف الحاجه بمنظورك انت، والحاجه ليها كذا اتجاه. ممكن اكون مثلا داخل اوضه ومش شايف غير جزئيه صغيره جدا من الاوضه، وادي اللي باصص عليها، وباقي الاوضه مش باصص عليه، فبحكم من وجهه نظري في الحته الصغيره اللي انا شايفها. بس لو الباب اتفتح كامل، هشوف الاوضه كامله، هشوف كل حاجه كامله. تمام. هو ده بالظبط اللي احنا بنعمله، ان احنا وجهات نظرنا ضيقة جدا، فبنشوف على قد وجهة نظرنا. طب الباقي مفيش. يبقى ده انا هعترفها، او معنى صح هعترف بيها ازاي؟
لما اكتب القناعات لكل حاجه عندي، تمام، وابدا اغيرها بالطريقه اللي انا قلتها. تمام يا جماعه؟ تمام. عايزه اضيف حاجه قبل ما اختم، ان انا ازاي اتخلص من فكره سلبيه. انا عندي فكره سلبيه ومصره قوي عماله تزن فوق راسي، شخص مثلا عايزه انساه ومش عارفه انساه، وليكن مثلا فكره ان انا فاشل وانا مش نافع ولا الكلام اللي احنا قلناه ده كله. تمام. عايزه انهي بقى الفكره السلبيه دي خالص من عندي. اعمل ايه؟ احنا قلنا ان العقل غذاء الاكسجين، تمام. طب انا لو منعت الاكسجين ده العقل هيشتغل؟ لا. يبقى خليك بقى العب على الحته دي. اول ما تبدا تفكر في حاجه سلبيه اكتم نفسك. انت بتقولي ايه؟ ايوه والله بقول لك اكتم نفسك. اكتم نفسك كده. اول ما تحس ان انت عايز تتنفس، كتمان النفس دي فكرته ايه؟ انك ما بتوصلش الاكسجين للايه؟ للعقل. فبالتالي الفكره اللي انت لسه بدك تفكر فيها او بتفكر فيها حاليا وجايبلك تشام ومش عارفه ايه، هتبدا تروح وتتلاشى، لان العقل الوقت اللي مسيطر عليه اللي هو عايز الاكسجين. فانت لما تكتب النفس يبقى انت كتمت الاكسجين عنده. معنى صح ان هو هيركز على الاكسجين مش هيركز على الفكره، فهتلاقي الفكره بتتطاير بمعنى صح من دماغك اصلا. طب انا قرب ما فعلا عاوزه اتنفس، هتقولي الجمله دي: انا قررت ابطل تفكير في الفكره دي وهخليك تتنفس. بس هسيبك، يعني انا قررت اني ابطل تفكير في الفكره بس هسيبك تتنفس. انا قررت دي قبل ما ايه؟ ما تفتح نفسك، او معنى صح تتنفس. خلاص انا هموت ومش قادر، تروح قايل كده في دماغك: انا قررت ان انا ابطل تفكير في الفكره دي بس هسيبك تتنفس. انا قررت ابطل تفكير بس هسيبك تتنفس. وتروح متنفس. هتلاقي الدماغ اصلا بره، شالها بره خلاص، لان دي بتفكره بالخطر ان الاكسجين ايه؟ هيتمنع منه. تمام. التمرين ده جميل جدا 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 لاي حد بيفكر تفكير سلبي في اي حاجه في الحياه، والله في الشغل، في غيره، في عيله، في اسره، في شخص، اي حاجه. هتكتم النفس، او معنى صح هتحرمه من الاكسجين، ده هيقول لك مع السلامه، مش عايز الفكره اللي بتهددني بالخطر دي. جميل. سعيدة جدا انا كنت معاكم النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا ونغير قناعاتنا ونغير وجهات نظرنا ونشوف الحياة بصورة كويسة، واعرف نفسك في الاخر وفي الاول. تمام. سعيدة جدا، وان شاء الله تفاعلكم على الفيديو، ومش تنسوا تشيروه عشان الكل يستفاد. وباذن الله نشوفكم في حلقة جديدة باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يشفي.